ناس كثير يتواصلوا معي يسألون عن جورجيا. طبعا انتم في مواقع التواصل اكيد بتلقون ناس خبرتهم اكثر قد جو هنا اكثر مني. انا والله دخلت جورجيا على اعماها، يعني كذا خشيت اعمى ولا شفت موقع ولا شيء، والحمد لله توفيق من الله توفقت. اول شيء لا تعتمد على البوكينج لانهم ناس غير صادقين في البوكينج. يعني انا حجزت والله اكثر من فندق، اوصل حتى عندهم قال والله عندنا مشكله واحنا غلطنا. فعليش اعتمدت على الله ثم على جوجل ماب. افتح جوجل ماب، اكتب شقق مفروشه، فنادق، مكاتب تأجير سيارات، واحفظ ارقامهم واتواصل معهم واتساب. حتى الاكواخ هنا اللي في كازبجي طلعت ارقامهم من جوجل ماب وتواصلت معهم واتساب. هذا اول شيء. ثاني شيء، اول ما تنزل العاصمه حقهم تبليسي تستاجر سياره، تحاول انك تستاجر فندق قبل ما توصل. نصيحه، بعد ما تستاجر فندق اجلس فيها يومين، بل كثير يومين، يطلع حالات جورجيا في اريافها. شوف كيف الريف الجورجي في برجومي، انا بترككم ارقامهم. برجومي برضو رحت عند واحد جلست يومين في كوخه، وبرضو بعدين طلعت بوكورياني جلست فيها يومين في كوخ واحد، يعني معظمها في الارياف. بعدين طلعت كوتايسي جلست فيها يوم، ورحت شلال مارتفلي، يعني ما شاء الله جنة سبحان الله. وايضا رحت باتومي جلست فيها 3 أيام، يومين جلست في كوخ في أرياف باتومي، وبعدين رجعت في قلب باتومي عند الساحة أوروبا والقريب من شارع العرب. هذه هنا بالنسبة للسكن. أما السيارات، أول يوم استأجرت في كذا مكتب أمام المطار اسمه كار فور. أخذتها يومين أو 3 أيام، رجعتها بعدين مكتب، طلعته عن طريق جوجل ماب، وصلوا لي السيارة حتى عندي، وما زالت معي حتى الآن. وهذا بالنسبة للتنقل جدا سهل، بس لازم يكون معك رخصة دولية طلعها من مكاتب السياحة، قيمتها بين 100 إلى 125، بس بشرط يكون عندك رخصة سارية المفعول، يعني متبقي لها أكثر من سنة وتنتهي. هذه هنا بالنسبة للتنقل. أما بالنسبة للأكل، والله يعني كل المطاعم العربية ما أنصحكم فيها نهائيا، هي ما أنصحكم فيها. أفضل مطعم عربي اللي واجهته مطعم عراقي في شارع العرب، تلقونه في باتومي. هذا اللي تقدر تقول عنه مطعم. بصراحة المطاعم الهندية والمطاعم التركية، ولكن المطعم العراقي هذا فوق عليهم، تلقونه في باتومي. أما غير كذا لا تدور مطاعم عربية، كلهم ما عندهم سالفة. يعني هذا هو الملخص. ايوه، وبرضه خذ معك كاش. إذا مثلا أنتم عائلة تتكون من 4 أشخاص إلى 5 أشخاص، أقل شيء تأخذ معك 10,000 كاش في جيبك، حولها دولارات، وإذا جيت هنا حولها اللاري.